4 حاجات اوعى تقولهم لحد جاي يقولك أنا مخنوق ومكتئب. أول حاجة، اوعى تقوله أنا ما كنتش فاكر إنك ضعيف بالشكل ده. والأخطر إنك تيجي تقوله على فكرة كل اللي انت فيه ده مجرد أوهام، وكل ده في دماغك انت وبس، ويا عم شكلك كده بعدت عن ربنا شوية. وآخر حاجة هتقوله قوم يا عم اغسل وشك وفوق كده. بالنسبة لك كل الكلام ده انت بتقوله بحسن نية، وده علشان انت عايز تخفف عنه همومه، لكن الكلام ده كله مش هيأثر فيه بحاجة، بالعكس هيتعبه أكتر. وده لأن الشخص ده مهزوم نفسيا. وركز على كلمة نفسيا، خلي بالك التعب الجسدي علاجه أسهل بكتير من التعب النفسي. تعال أقولك تتعامل مع الشخص ده ازاي، وإيه هو الكلام اللي محتاج يسمعه. الشخص المكتئب محتاج اللي يسمعه. اسمعه كويس، وبعد ما يخلص كلامه هتقوله على فكرة اللي انت فيه ده معناه انك مش ضعيف، بالعكس معناه انت كنت قوي جدا وفترة طويلة. ده انت جبار يا عم، انت عندك صبر أيوب. وبعد كده هتقوله أنا حاسس بكل اللي انت حاسس بيه وفاهم، وده علشان أنا مريت بأزمة زي دي. مفيش حد مش بيمر بظروف، ده طبيعي. نيجي بقى للنقطة المهمة. اوعى أرجوك اوعى تقوله انت بعيد عن ربنا. مفيش حد بعيد عن ربنا أيا كانت ديانته، لكن في ضغوط بتوصل الإنسان إنه يفقد روحه، يفقد إحساسه إنه هو بني آدم، بيفقد عقله. والعقل هنا اللي ربنا ميز الإنسان بيه عن الجماد وعن الحيوان. فخليك ذكي ووضح له قد إيه الدنيا حلوة وربنا معانا في كل مكان وفي كل وقت. قول له مثلا ياه أنا مش عارف الطيور اللي في السماء بتنظم حياتها إزاي. اسكت يا عم، ده أنا بحمد ربنا على نعمة الصحة. ده أنا شفت واحد تعبان جدا وبيتألم فحمدت ربنا على الصحة. إيه اللي إحنا محتاجينه غير إن ربنا يحافظ علينا وعلى صحتنا؟ حاول تقوله أي حاجة حلوة حصلت معاك وكان فيها معجزة من ربنا. هنا هو هيسمع ويطمن ويعرف إن ربنا هو الوحيد القادر على كل حاجة، فهيحس إنه لازم يسيب همومه ومشاكله وأحزانه للي خلقه. وآخر حاجة لازم تديله دفعة إيجابية. هتقوله انت هتقدر تعدي اللي انت فيه ده وهتبقى أحسن، علشان انت عديت بأصعب من كده. هو ده الكلام اللي محتاجين نقوله لبعض أو حتى نقوله لنفسنا.